ام الزغاليل، يا ام الزغاليل. ايوه ايوه يا ست صفيه. فين القهوه؟ ده انا طالباها منك بقالي ساعه. مستنيه صليت به يوصل واعملها لكم مره واحده، ما انا خلاص اتعلمت والعلم نور برضه. طب اعملي حسابك لما يوصلوا المدرسين تقدمي لهم حاجه. انا لازم تزيد ماهيتي، انا شغاله ليكوا والمدرسين المحروس ابنكم كمان. ده انا لو في سنتر كان زماني بلم قد كده. الو، ازيك يا شكريه؟ انا زي ما انا، مشكلتي جوز سليت. اخوكي معيشتي في مدرسه، ده قلب الصالون فصل دراسي. تصوري 7 مدرسين مع الواد وليد بيدوله دروس خصوصيه. انا خلاص مش قادره استحمل يا شكريه. كلمي اخوكي وعقليه. يا ام الزغاليل. طب اقفلي الزغاليل، اقفلي دلوقتي عشان اوصل. اقفلي. فين ستك صفيه؟ هنا جوه يا سيدي. هي يا صفيه. ازيك يا صفيه؟ سليت، انت جيت؟ لا لسه في السكه، بس هوصل بعد شويه. معقوله؟ جرالك يا صفيه؟ مش شايفاني دبان انا قدامك؟ امال ايه التاخير ده كله؟ معلش، كنت في البنك. البنك كان زحمه، تقريبا الناس بتسحب فلوس، عيد مع شتاء مع بدايه عام دراسي. اضطريت اكسر وديعه خسرت فيها كتير قوي والله يا صفيه. الله يكون في عون الناس، هيلاحقوا على ايه ولا ايه بس؟ ايه ده يا ام الزغاليل؟ دول فنجانين قهوه. طب دول فنجانين، فين القهوه يا وليه؟ فين القهوه؟ ما هي فارد بعمل غيرها. الوليه دي مش هتعمر معانا. وايه الحاجات اللي انت جايبها ماسكه معاك دي؟ دي شويه ادوات دراسيه عشان وليد، ثانويه عامه يا صفيه. والله العالم ده كلفه ما ليها اي 60 لازمه. كده كده الشباب يا حبه عين امهم ياخدوا شهاداتهم وما يلاقيش شغل ويتلقحوا بعد كده على القهاوي. يا وليه انت خليكي في حالك، مالكيش دعوه بالمسائل العائليه دي. معقوله؟ استني، سكي القهوه صيصه تجدهيه. انا لازم اشوف ابني دكتور. وليد اللي العيله كلها بتقول عليه وليد البليد، لازم يبقى هو الفاكهه في العيله، يبقى صباع موز في وسط طبق بلح امهات بيعف عليه الدبان. لازم يبقى الدكتور وليد تخصص نساء وتوليد. انا شايفه بقى حاجه تانية خالص يا سليت. ايه؟ يبقى جراح؟ لا، كفايه على وليد الثانويه العامه، وهو ينجح بالمجموع اللي يقدر يجيبه بمجهوده. وليد هيجيب مجموع بمجهوده؟ يا صفيه انت بتتكلمي عن حد تاني غير ابنك؟ ده ساقط 2 في اعدادي و2 في ثانوي. اول مره في ثانوي الصبح وهو رايح على الامتحان قلت له يا حبيبي انا عايزك تطلع الاول. الحيوان ساب الورقه بعد دقيقه وخرج هو الاول من اللجنه. طب كويس انك عارف مستواه اهو. طب ما سمعتش كلامي ليه ودخلته ثانوي صناعي؟ بقول لك نفسي وليد يبقى دكتور، تقولي لي يبقى صنايعي؟ ومالهم بقى الصنايعيه يا صليب بيه؟ دول بياكلوا الشهد. انت تاني يا ام الزغاليل. طب انت ترضي لزغاليلك، قصدي ولادك، انهم ما يتعلموش؟ ايه يتعلموا؟ ومين اللي قالك ان انا بوديهم مدارس اصلا؟ كل عيل من ال7 بينزل يلقط رزقه من الشارع وبيلموا في اليوم اكتر من مرتب المحروس ابنك لو بقى دكتور. لوين؟ معقولة؟ بابا عايز ايه؟ انت جيت؟ هو انا دبانة هنا في البيت؟ كله عايزني انت جيت. ايه السؤال السخيف ده؟ وايه اللي اخرك في النوم يا ولا؟ تعبت وزهقت من الدروس بقى يا بابا. جاكبو. يلا اجهز على مكتبك وجهز الكتب بتاعتك والكشاكيل. الاساتذه على وصول، كل دقيقه بدفع لهم الشيء الفلاني. اهو بكره المدرسين لما يشوفوك مستمت كده يرفعوا لك تمن الحصه.
لا خلاص، ما انا اتفقت معاهم وربطت معاهم، خلاص هم شغالين معاه 100 فل و10. مش فاضل غير الاستاذ رزيل، قصدي نزيه مدرس اللغه العربيه، هتفق معاه النهارده. الاساتذه وصلوا. يلا يا صفيه. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا. بونسوار. بونسوار. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل. دستور. اهلا اهلا وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وليد جاهز؟ اهلا وسهلا برواد التعليم. يلا صفيه، روحي جهزي شويه مشروبات واعملي لهم سندوتشات لحمه هفتانين. لا بقى، دي ما بقتش مدرسة وبس، دي بقت مطعم كمان. الله. ايوه يا ابني. ايه يا صفيه؟ اكتب الدرس معقولة؟ 10 مرات وانا لما اجي هرجعهولك. هدوء يا اساتذه، مدرس يتكلم مش عارف اركز. قيام. قيام ايه يا متخلف انت؟ جلوس يا اساتذه، جلوس. انا سعيد ان في بيتي كوكبه من ألمع نجوم التدليس، قصدي التدريس في المدرسة، في مدرسة ابني وليد. من فضلك يا أستاذ سليط، أنا ما عنديش وقت للرغي وللوكلوك. أنا سايبة حصة في السنتر 1200 تلميذ كومبليه، ده غير 5 مجموعات في أوقات متفرقة من اليوم. طيب ما هو ده اللي اتفقنا عليه، إنكم تعتبروا وليد ابني مجموعة من المجموعات بتاعتكم. بس انا متضايق يا استاذ سليط. ليه؟ السندوتشات اللحمة جاية حالا. والله لا مش الفكره. اصل انا بحب الشغل الجماعي، بتفاعل اكتر كل ما عدد الطلبه زاد، وزي ما الاستاذه اعتماد قالت الشادر بياخد من 1200 ل 1500 طالب، حاجه تفرح والله. فلو يعني حضرتك تقدر تجمع كمان كام طالب كده مع ابنك وليد هتبقى حاجه كويسه، ومش هحاسبك عليه وما تقلقش. طيب هدور يا أستاذ لبيب، هدور. وعموما الواد طاهر ابن أخويا واد يتيم عايش معايا هنا وفي ثانوية برضه، رغم إنه أصغر من وليد ب4 سنين. هخليه يحضر مع وليد. حاضر. اعذرني يا أستاذ سليط، إيه تاني؟ أنا صريحة وما أحبش الكذب ولا اللف والدوران. ابنك بصراحة مستواه ضعيف جدا. سوري يا وليد، هيضيع وقتي. المبلغ اللي اتفقنا عليه ما يجازيش والله. خلاص يا أستاذة هدفع اللي تقولي عليه. 200 جنيه في الحصة. ايوه 200 جنيه في الحصه. خلاص اتفضلي. خلاص أنا موافق على 200 جنيه. المهم وليد يبقى دكتور. ممكن أفهم يا أستاذ رزيل ليه الضحكة الرزيلة المستفزة دي؟ الولا وليد دكتور. ولا يا وليد. نعم يا عايز تبقى استاذ. دكتور يا ولا؟ بابا هو اللي عايز. أيوة عايز. هيجرى لي حاجة لو وليد ما بقاش دكتور. امال انا جايب اكبر عصابه، اكبر اساتذه من المدرسه ليه؟ عشان يدوا دروس خصوصيه. بس انا ما بديش دروس خصوصيه يا استاذ سليط. نعم. امال حضرتك يا استاذ نزيه جاي هنا ليه؟ مش عشان نتفق مع بعض على الفلوس؟ انا جاي عشان احط زمايلي قدام مرايتهم، اقول لهم اللي بيعملوه ده جريمه. جريمه ليه يا راجل؟ انا جايب المدرسين دول من المدرسه مجرد اعاره. ما انا ظبطتهم متلبسين. متلبسين ليه يا مستر نزيه؟ شايفنا ملفوفين في ملاية سرير؟ لا كده ما تبقاش اعاره، دي تبقى دعاره. لا 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 عندك. لا يا استاذ اعتماد، دي جريمه اصعب، دي جريمه قتل؟ انت مكبر الموضوع قوي يا استاذ نزيه. احنا بنساعد طلبه مش قادرين يستوعبوا في المدرسه، فجايبين حد يساعدهم عشان يستوعبوا. اخرس. يخرب بيتك. يا سلام، العيال مش قادرة تستوعب في المدرسة، انتم بتساعدوهم علشان يستوعبوا الدروس، بس مش في المدرسة. وبكم؟ ب100 يا حضرات، ب200 جنيه في الحصة. انتوا شردتوني. انا كل يوم اروح المدرسة، ادخل الفصل اقعد لوحدي زي اليتيم، ادور على عيل عشان اعلمه مش لاقي،
اتاريهم عندكم. خلاص خلاص يا استاذ نزيه، شوف عايز كام واديك حسنتك وخش معاهم يلا. اخلص. خرب بيتك. هنزكوا، مش هقدر اقعد معاكم. ليه؟ لان عندي كرامه وليا قيمه. التوك توك مستنيني بره بقاله ساعه بيعد. بقى كل الانزحه والقلاطه والنفخه دي عشان راكب وجاي في توك توك؟ مشي مشي وانا هوصلك بعربيتي. عربيتك دي توصل بيه ابنك علشان يبقى دكتور. توك توك. ولا يهمكم، هنكمل مسيره التعليم. مش ممكن. لا انا في حياتي ما شفتش طالب بالشكل ده. ايه في ايه يا استاذ اعتدال؟ مالك مستفزه ليه؟ هو وليد عمل لك ايه بالظبط؟ مش فاهم. ابنك غبي. وايه اللي اكد لك انه غبي؟ طبعا لان غباءه وراثي. اي عندك؟ لا انا لا اقبل الاهانه. علشان شبه امه؟ لا والله امه ساعات بتفهم. ووليد هيبقى دكتور. ده لا يمكن يكون دكتور يا استاذ صليت. انت كده بتأذي البشريه. انا لا يمكن اساهم في الجريمه دي يا استاذي، اخلاقي ما تسمحليش. انا لا يمكن اخون ولاد بلدي. انا وطنيه يا استاذ صليت، انا وطنيه. يا استاذ اعتماد استني، هديكي 250 جنيه في الحصه. بلاش. شويه مجهود مني يجي منه. تابعني يا دكتور وليد. ها يا وليد يا ابني، مش هنراجع درس الكيمياء بقى؟ لا انا مش عايز كيمياء دلوقتي يا استاذ، برافو. ولا عايز حصه الاستاذ اعتماد. انا عايز حصه الاستاذ لبيب. هو ده المدرس الوحيد اللي بفهم منه وبستمتع بشرحه. يا استاذ سليت، وليد ابنك مش غبي. والله انت مبلبع حاجه على الصبح يا استاذ لبيب. المشكله مش فيه، المشكله في المعلم. لازم يتعب علشان يلاقي وسيله يعرف يتواصل بيها مع شباب اليومين دول، يلاقي طريقه يعرف يكلمهم بيها وبلغتهم. ايوه طبعا. بص يا ويل، المشكله مش فيك يا حبيبي، المشكله في الطريقه. عشان كده تعال يا حبيبي، تعال مكاني. اتفضل. شكرا. اتفضل. عشان كده انا هستخدم معاك طريقه جديده في التعليم. عندك. ايه ده؟ استاذ نزيه بايت في شقتي من امبارح؟ انا جاي مخصوص عشان اعرف الطريقه الجديده في التعليم. انا لا حاقد ولا حاسد ولا عيني مدوره، بس نفسي اعرف بتلم ازاي 1500 تلميذ في شادر واحد. ده انت لو رقاصه في ميدان عام مش هيتلم عليك دبانه واحده. انا مشفق عليك يا استاذ نزيه، عشان كده هسيبك تشوف الطريقه بتاعتي لانك مش هتقدر تقلدها. ايوه عايزين نطور التعليم بقى يا ناس، عايزين ننضف بقى. بص يا ولو، انا هدخل معاك رشق في نظريه نيوتن بس بطريقه جديده، نظريه الجاذبيه. جاهز يا ولو؟ جاهز يا استاذ. الجاذبيه هي حركه الاجسام على سطح الكره الارضيه، على سطح، قول معايا، على سطح كل الكره الارضيه، على سطح كل الكرة الأرضية. سقفة جامدة، سقفة كمان، سقفة أجمد، سقفة كمان. وبعض البشر يعني الناس أول وتاني وتالت، وطول ما الدرس شغال يعني بيصبح وبيمشي على نيوتن والفيزياء. تفاحة يا سليت يا بولو الرياضه والكيمياء والاحياء والعربي لا، العربي لا. يا سليت يا بولو
بعض البشر بعض البشر يحدثون تأثيرات 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 ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده يا سليم؟ دي طريقة جديدة في التدريس يا صفية. هزي هزي. اهز. أيوة هزي ساعدي ابنك. يلا يا صفصف ساعدي ابنك. يلا يا بابا. هزي هزي ساعدي هزي 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 هزي. لا بقى، لا، ده كده بقى شغل عوالم. أيوة ما هي جاية من عالم. يا سلام. دي يا عمي مش عارف اذاكر. إيه ولا طاهر؟ ده مش يا طاهر، ده وليد ابن عمك بياخد درس. درس؟ أيوة يا أخويا، درس خصوصي، وأنا قلت لك تنضم للمجموعة علشان الأستاذ لبيب بيحب يتفاعل مع الطلاب. أنت اللي رفضت. لو كنت اتحزمت وحطيت شمعدان على دماغك كنت فرقت كتير. بس انا يا عمي ما بحبش الدروس الخصوصيه. انا بحب اعتمد على نفسي وشرح المدرسين ليا في المدرسه. مدرسين مدرسة إيه ومدرسة إيه؟ هي مدرسته في مدرسين بيروحوها أصلاً؟ انا يا استاذ سليم بروح المدرسه لوحدي. هتعمل لي فيها يوسف وهبي؟ شلت يداك. يلا يا طاهر تعالى تعالى خش الحصة خش الحصة. يلا يا طاهر. لا 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 مش مصدق اللي بيحصل يا ده. واد اتم. يا عم سليت، لو كل واحد فينا اعتمد على الدروس الخصوصيه في يوم من الايام مش هيبقى فيه عندنا مدرسه، والتعليم هيبقى يا اما في البيوت يا اما في السناتر. انت اللي زيك مش عارفين مصلحتهم. عامل لي فيها صاحب مبادئ شبه ابوك الله يرحمه. عاش مش لاقي ومات عريان. عاش مش لاقي ومات عريان. عاش مش لاقي ومات عريان. افهم افهم يا ولد. بس يلا يا لبو خش الحصه كمل درسك. اقبض اقبض وانت يا نزو اشحت 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 اشحت. خساره خساره على التعليم في بلدنا. يا عين عليكم يا ولادنا. ومرت الأيام. يا وليد ولا يا وليد. ايوه يا بابا، عاوز ايه؟ يا ابني امتحانك الساعة 9:30 ودلوقتي الساعة بقت 6. أنا عايزك تروح اللجنة بدري وتظبط مكانك كويس قوي. يا بابا انا ما لحقتش انام، وبعدين المعلومات كده دخلت كلها في بعض. معلش معلش يا ابني، لكل مجتهد نصيب. امسك يا ولا، امسك البرشام ده. برشام؟ والله يا بابا ماليش فيه، ده الواد هيثم صاحبي هو اللي بيضرب. يا متخلف، يضرب ايه يا متخلف؟ ده برشام الغش يا ولا، ده برشام الغش. كتبته لك بخط صغير قوي صغنون اهو كده اهو، في كل المعلومات وكل المواد. عايزك تنقل بعنايه وتغش بعنايه، وما تنساش يبقى معاك ازازه الميه. لو اتقفشت تحط الورقه في بقك وتبلبع بالميه. ها؟ اوعى تتكر على الحبر ينطر تكشفنا، فاهمني؟ حاضر يا بابا. قول لي يا وليد. ايوه يا بابا. انا عايزك تشرفني. هتقدر؟ هقدر يا بابا. بابا. نعم. انا كنت عايز اسالك سؤال. ايوه حبيبي. هو انت مؤمن بيا قوي كده ليه؟ مش عارف. روح يا ابني، روح. ربنا يسهل لك اللجنة ويحنن قلب المراقبين عليك ويسيبوك تغش
ربنا يوقف لك مراقبين ولاد حلال يغششوك، واشوفك دكتور بالبلط والسماعه. قادر يا كريم، قادر يا كريم. ومرت الأعوام ونجح وليد بالغش وجاب 97.7% وتخرج في كلية الطب وأصبح طبيبا. يا رب الطف يا رب. تعبانة أوي يا سليت. دواكي جاي، شفاكي قادم. ايوه يا بابا. يا دكتور معلش كان عندي اجتماع، عمال ترن لي كل شويه، في ايه؟ الحقني يا دكتور، امك تعبانه بسرعه، لازم حبيبتي يا تعمل لها ماما. عمليه يا حبيبي. طب ثانيه واحده اجيب لها دكتور. طيب تعال. ولا انت غبي ولا؟ ما انت دكتور. ده انا اتذللت لحد ما جبت لك واسطه عشان تتعين في المستشفى دي، والحقيقه هم كرموني. كانوا في دكتور تاني اللي هيعمل لها عمليه، دخلت ابوست رجليهم قلت لهم ابدا، ابني هو اللي يعمل لها العمليه، هو اولى بيها. يلا اعمل لها العمليه. حضروا اوضه العمليات كده. لكن يا سليت. نعم نعم. لا. مفيش لكن. اقفي جنب ابنك. سعدية صفية، هزي قصدي نزعي. انت اول عملية هيعملها ابنك. سعدية صفية، ابوس ايدك. بس يا سليت. ادي ابنك الفرصة دي. بس يا سليت. مفيش بس. خلاص. هتعمل ايه يا دكتور؟ هنجهز اوضه العمليات. يلا يلا هاتوها لي على اوضه العمليات. طمني طمني، ان شاء الله سليمة. ابنك ايده فيه الشفاء. سليت. ايده فيها الشفاء. مع السلامة، مع ألف سلامة يا رب. بابا نعم. لو سمحت بس عشان الشغل يطلع مظبوط. أيوة يهمني الشغل يطلع مظبوط. الكمامه معدوله؟ أنت ما فيكش حاجة غير الكمامة. ادخل يا ولا. يا رب يا رب يا رب العملية تنجح. مش عشان يا رب ولا عشان صفية، عشان وليد. نفسي يبقى دكتور له صيت ومشهور. يا رب يعرف يبنج من غير ما يشلها. يا رب ما ينسى حاجة جوه بعد ما يفتح. يا رب يكتشفها قبل ما يخيط. اللهم ثبت المشرط في ايديه. يا رب ما يبوظش في امه حاجة اكتر ما هي بايظة. يا رب يا رب. الحمد لله. ايه، اول مبروك، العمليه نجحت. وليد بتمسح عرق ايه؟ في عرق ايه؟ عملت ايه؟ طمني. احنا عملنا اللي علينا يا بابا والباقي على ربنا. سمعت الجمله دي 400 مره في 400 فيلم، ايه رايك بقى؟ انا بموت. ايه؟ بموت. هتبقي كويسه، هتبقي كويسه. وليد. تعالى يا وليد، ماما عايزه تبوسك وتبارك لك. ايوه يا حبيبتي، قولي كل اللي جواكي. السخسة على رباك. صفيه جرالك ايه؟ ده دكتور. بموت. تك تك. خليت امك تقول تك يا ولا؟ ايه تك دي؟ كحه ولا ايه؟ ولا ماتت؟ صفيه صفيه، لا حول ولا قوه الا بالله. بس والله انت مش غلطان، العمليه نجحت. هي بقى تموت دي بتاعت ربنا، ده قدر. اي اي وليد. مالك يا بابا؟ قلبي مش قادر. إيه اللي جرى؟ معقولة؟ تاكسي. اركب اركب ايه يا ولا؟ خدوه على جوه يلا. ايه على جوه فين؟ اوضه العمليات. لا عمليات، لا انا عايز دكتور مش سمكري. انا اللي هعمل لك العمليه يا بابا، انا ما عنديش اغلى منك يا بابا. ولا انت عارف الاول القلب فين ولا هتقعد تدور؟ اما نخش جوه نبقى ندور. كمان ثانية واحدة يا وليد،
كلمة واحدة. تعال يا حبيبي. ايوه يا بابا. اصفقص علي اللي خليتك دكتور. خدوه على جوه. تك. ومن أعمالكم سلط عليكم. ايه رأيكم؟ الكمامة معدولة؟